المحشي مش بيخليك تتخن، بس اللي بتعمله معاه هو اللي بيزود وزنك. تعالوا نشوف الحكاية. الناس بتاكلنا مع رغيفين 3 عيش بلدي وفتة وممبار، وفي الآخر يقولوا المحشي هو اللي بيزود الوزن. ما تبصليش كده، انا لوحدي بريء، بس لما اتحط جنب المحشي الكميه بتزيد من غير ما تحس، لقمه زياده هنا وصباع زياده هناك والسعرات تعب. أنا التسبيكة التقيلة، وأنا اللي ببدل الوجبة من دايت لأكلة تقيلة. خليني خفيفة مش غرقانة زيت، كل ما استويت بالراحة هيبقى طعم أحلى وسعرات أقل. ما تزعلوش مني، أنا اللي بخلي الطعم يجنن، بس لما اتحط كتير أنا والمحشي بنبقى فريق لزيادة الوزن. شوية مني تمام، بلاش تكتر مني. أنا الشوربة اللي بتحطها على المحشي من غير ما تعمل حساب للدهون اللي فيا. حطني بكمية بسيطة وما تكترش مني عشان ما يتعجنش. استنى، ما تلوموش المحشي لوحده، انا اللي لما ازيد شويه السعرات بتعلى من غير ما تاخد بالك. نقطه زياده مني تقلب الطبق كله تقيل. استخدمني بعقل. وما تنساش احنا فينا عناصر مهمه للجسم، بس لو مصمم تغرقنا دهون وتاكل معانا فته وممبار يبقى استحمل كميه السعرات بقى يا خفيف. ما تزعلوش من فلفل، بس احنا بنحبكم، وعشان كده بننصحكم تقللوا دهون وكوليسترول ضار عين. صحتكم مهمة.